انا وليت تشوف هاد الاشخاص هادو كانوا تلاميذ عند روراوه. هاد الناس هادو اللي راهم عندهم نفوذ كانوا تلاميذ، كانوا يقراوا عند روراوه A+B. اختيار الفيفا كخلاصة لما كنت أقوله، اختيار الفيفا ل 13 جونفي لإجراء قرعة كأس العالم، هذه رب نافعة ضارة لنا. علينا أن ننتظر ونشاهد. وكلام كثير قيل على الافتتاح. نفتح معك قوس. أمس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وفي بيان له رسم إجراء قرعة كأس العالم للأندية بالمغرب في 13 جونفي، أي في نفس توقيت حفل افتتاح شان بحضور موتسيبي وإنفانتينو في حفل القرعة. طبعا برأيك لماذا تم برمجة القرعة في نفس اليوم الذي يشهد حفل افتتاح كأس إفريقيا للمحليين هنا بالجزائر؟ أولا عماد، يجب قبل أن أجيبك على هذا السؤال أنا بودي أن أضع توطئة خفيفة للذين ما زالوا يظنون بأن يعني احتضان الجزائر للشان هو يعني تحذير لبعض أعضاء المكتب التنفيذي للكاف بإقناعهم بضرورة منحنا كان 2025. أنا أقول هذا هراء. سوف ننظم هذه الشان، سوف تكون في المستوى، سوف يكتشفون يعني ضيوفنا الأفارقة الذين سوف يحطون رحالهم بالجزائر على مدار تقريبا شهر، سوف يكتشفون مدى جاهزية هذا البلد الإفريقي القوي من حيث التجهيزات والبنى التحتية. هذا أكيد ومؤكد. لكن هذا عكس ما يقوله الكثير من المحللين الجزائريين، هذا سوف لن ينفع الجزائر في أي نقطة إضافية لاحتضان كان 25، لا لشيء سوى لأن قلناها ونعيد ونكرر ولن نمل من تكرار هذا المعطى. إفريقيا لا تعترف لا بتجهيزاتك ولا ببنى التحتية التي تتمتع بها ولا بهذه الملاعب التحفة التي حضرتها الجزائر، والتي هي يعني بعض الملاعب الأخرى هي في طور الإنجاز. هذا كان بيان الاتحاد الدولي. هذا البيان وهذا التزامن يعني في اختيار المغرب ل يعني احتضان قرعة كأس العالم للأندية تزامنا مع انطلاق الشان، هذا دليل آخر على أن ملف الجزائر في 2025 يعني لدينا حظوظ ضئيلة في الظفر بذلك التنظيم. لكن أقول يعني في نهاية المطاف رب ضارة نافعة. علينا أولا أن ننتظر يوم 13 من جانفي لنقف على يعني تلبية الدعوات التي قدمت سواء لرئيس الفيدرالية أنفانتينو، رئيس الفيفا أنفانتينو، أو لرئيس الكاف موتسيبي. إذا حضر هذا الثنائي إلى انطلاق يعني الشان بالجزائر فربما نقول بأن يعني لدينا حظوظ ولو ضئيلة في مزاحمة من يريدون طمس كل قفزة جزائرية في هذا المجال. لكن إذا غاب هذا الثنائي واختار الذهاب إلى حضور الندوة يعني قرعة كأس العالم للأندية، فهذا دليل آخر ودليل أخير على أن لا فرصة لنا في كسب ملف احتضاننا لكان 25. ولذلك أنا أقول مثل ما كان يقول وجب التأكيد إنفانتينو وموتسيبي تم إرسال طلبات من قبل اللجنة المنظمة لحضور هذا الحفل، وافقوا على الحضور. طيب من المفروض وموتسيبي. طيب زين الدين زيدان هو أمر مختلف. زين الدين زيدان يقال أنه تم إرسال الطلب بصفة متأخرة، ربما كان شهر على الأقل. زيدان شيء آخر عماد. زين الدين زيدان شخصية جزائرية عالمية، أرادوا أن يضعوه في واجهة هذا الافتتاح، شيء جميل. وكان عليهم أن يفكروا ليس في زين الدين زيدان فقط، كان عليهم أن يفكروا حتى في ربما كريم بنزيما. كل هؤلاء جزائريين. أتدري اليوم بأن الأفارقة ونحن ننتمي إلى إفريقيا ربما القلة القليلة التي تتمتع بلاعبين نالوا أو رفعوا كأس العالم مثل ما هو حصل بالنسبة للجزائري زين الدين زيدان، أو حتى الكرة الذهبية لكريم بنزيما. هؤلاء أبناء الجزائر اختاروا مشروع رياضي فرنسي، لكن من المفروض أن
نستنجد بهما على الأقل في بعث هذه الدورات. لذلك أنا أذكرك بأن قطر سبق لها وأن استنجدت بزين الدين زيدان. زين الدين زيدان أقرب إلى الجزائر العاصمة أو إلى الدوحة؟ زين الدين زيدان هو أقرب إلى الجزائر، هو ابن الجزائر. لذلك مسألة زين الدين زيدان يعني شيء آخر وقضية أخرى. أنا أتكلم على الذين يشرفون على الفيفا انفانتينو وعلى الكاف موتسيبي. يعني لماذا تقر الفيفا بوضع هذا التاريخ وباختيار هذا التاريخ تزامنا مع انطلاق الشان؟ هناك نية مبيتة من الدمية التي تحدثت عليها في السابق لمزاحمة الجزائر ولإبعاد الأضواء على الشان صوب قرعة كأس العالم للأندية. الأمور صارت واضحة وموضوعة على الطاولة. تتحدث عن دمية تتحرك كثيرا يا فهد. الدمية تتحرك كثيرا، وعلى القبطان أن يكون قبطانا إلى أن يثبت العكس. كان مصطفى يتحدث على الكثير من الأمور يا عماد. أنا أقول لك شيء، على الجزائر أن تنطلق في بناء تكتل جديد وكل الظروف مهيئة. اليوم مصر وهي يعني قوة في إفريقيا مثلها مثل الجزائر وحتى جنوب إفريقيا، علينا أن ننطلق في بناء هذا التكتل وفي هذا اللوبي. اليوم مصر وهي يعني تشاهد كيف استطاع المغاربة أن يعني يجروا البساط من تحت أرجلها. لا تعتقد أن مصر خارجة عن ذلك اللوبي؟ لذلك يجب أن نصطف مع بعض يعني البلدان القوية في إفريقيا لننطلق في تكوين ذلك اللوبي، لأن الأمر سوف لن يكون سهلا في السنوات القادمة يا عباد بهذا المنطق وبهذا المنطلق. لذلك أنا أقول اختيار الفيفا كخلاصة لما كنت أقوله، اختيار الفيفا ل 13 جونفي لإجراء قرعة كأس العالم، هذه رب نافعة ضارة لنا. علينا أن ننتظر ونشاهد إلى أين سوف يذهب ذلك الثنائي، إلى العاصمة الجزائرية أو إلى العاصمة المغربية. سواء أتوا إلينا أو أتوا إلى الجيران، فعلينا أن ننطلق في وضع كل الحسابات انطلاقا من هذا المعطى. واضح فريد مطاوي. مصطفى مزر، تشوف الأمر عادي؟ هل فعلت بعض الأطراف فعلتها مجددا؟ إذا غاب إنفانتينو عن الحدث وحضر في حفل القرعة، وهذا أمر جد وارد بحكم قيمة ووزن الحدثين والفرق بينهما، هل هي ضربة أخرى للجزائر؟ لا، واحد ما يقدر يضرب الجزائر بشتى الطرق اللي يديروا فيها. ضرب الجزائر ماهوش مليون، خاصة من الجهة تاع الدمية. نقول لك أنه دائما نحبوا نضربوا الجزائر، يعني سواء رياضيين ولا حتى باش ندخلوا السياسة بالرياضة. نقول لك أنه دائما هذا الناس هذو يستعملوا كل الطرق، شتى الطرق، خاصة المواقع تاعهم، الصحف تاعهم، الإعلام تاعهم، دائما يحبوا يشوهوا الجزائر ويشوهوا خاصة هذا التنظيم. لكن نقول لهم أنه حتى ولو أن الجزائر ما راحش تنظم، أقول يعني بين قوسين الجزائر ما راحش تنظم كأس أفريقيا 2025، لكن لازم يشوفوا حفل الافتتاح، لازم يشوفوا الجزائر كيفاش راح تنظم هذه المنافسة هذه. نقول لك حتى ولا هذا البلد هذا راح ينظم عطاولو باش ينظم كأس العالم للأندية. نقول لك أنه ربما أمر دبر بالليل، لأنه تشوف لو يعني الأمور مشات كما راه نتصوروا فيها، يعني رئيس الفيفا وحتى الكاف ما يكونوش حاضرين في حفل الافتتاح. أقول هناك حدث مهم وجب الإشارة إليه. اللجنة التنفيذية للكاف ستجتمع بالجزائر يوم 12 جونفي، أي قبل يوم من انطلاق البطولة. معليش أنا قلت لك أنا لو كان حفل افتتاح، لأنه لما موتيبي يجي يزور الجزائر ويقول لك أنه الجزائر راح تنظم أحسن منافسة في تاريخ للشان، يقول حتى لو كان يروح الجهه هذيك يقول لك باللي هذا البلد هذا هو احسن بلد في افريقيا، يقول لهم كاع هكذا، هو باش يمشي مصالحه يقول كاع البلدان هكذا يحسب الناس راقدين. نقول لك انه اليوم الجزائر مقبله على تنظيم هذا الشان، لازم احنا كذلك نركزوا على هذه المنافسه هذه، نركزوا كذلك نضع كل القوه تاعنا باش ينجح هذا العرس الافريقي الكروي. ونقول لك انه لو الامور تمشي كما راهم
يعني يعملوا فيها. نقول لك انه الجزائر لازم تسحب ملف حتى تاع ترشيحات كاس افريقيا 2025. علاش؟ لانه لو المسؤول الهيئه الاعلى هيئه كرويه ما يحضرش، ولا اعلى هيئه قاريه ما يكونش، نقول لك انه ربما بطريقه غير مباشره هي ضرب الجزائر بطريقه غير مباشره اكيد. نقول لك انه اليوم هاد الناس هادو يروحوا ربما الى يعني لهذه القرعه هذه ويخلوا حفل اللي ربما هما تقريبا كانوا يعني فعالين فيه. نقول لك انه هي الجزائر دائما، نقول دائما تبقى الجزائر حتى ولو يعني يحوسوا يخربوا يعني من هنا ومن هناك باش يشوشوا على هذا الشان هذه، لانه كلام كثير قيل على الشان، كلام كثير قيل على هذه الجهه خاصه الدميه، يحاول كذلك يضرب ويزرع البلبله ما بين الجزائر والجزائريين. نقول لك انه يجي ما يجيش، طياره خاصه، طياره القسنطينه، طياره الجزائر، يعني تشوف انه يحب يزرع البلبله لكن ما يقدرش ينجح، لانه حتى يعني الاشياء اللي راهو يدير فيها يعني اشياء صبيانيه، وانا ما نعطولهاش اهميه كبيره لانه ربما حفل الافتتاح راح يكون كبير وكبير جدا، كبير على ربما كاس العالم راح ينظموه. وكذلك ورطوا كرة القدم الجزائرية بصفة عامة. أنا نقول لك أنا عماد، لو نعود لك باش ناخذوا بزمام الأمور باش ندخلوا في دوال الفيفا، أولا لازم نصلحوا أنفسنا قبل. احنا لازم هذا يمشي مع هذا، كاين ملف تاع فريد لازم نعاونوا فريد، نمشوا مع فريد وندعموا فريد حتى يوصل إلى أعلى الهيئات، لأنه تشوف هاد الأشخاص هادو كانوا تلاميذ عند روراوة. هاد الناس هادو اللي راهم عندهم نفوذ كانوا تلاميذ، كانوا يقراوا عند روراوة A+B. اليوم هما ولاو يصبحوا يعطونا دروس، ولينا نقولوا على هذوك الناس هذوك، ولينا نقولوا لو كان حنا جينا هكذا شوفوا وين نلحقوا شوفوا وين نوصلوا. هادو كانوا تلاميذ عندنا، كانوا يتعلموا عندنا. بون كي نقول لك عندنا في لا بيريود وين كان الحاج روراوة الله يطول في عمره. كلمة أخيرة. والله آخر كلمة ربما نختم بها هذا البرنامج، أنا أقول مثل ما قال أندي وارهول: اعتدت على قطع الدمى الورقية. تأكد يا عماد بأننا عندما نحسن تنظيم الشأن سوف نقطع الدمية الورقية التي تأتي من الجارة. لذلك تأكد بأننا سوف نكون الأحسن بتنظيم هذا الشأن ولنترك لهم البقية يا عماد.